عارف يا فنان الصبح كده وانت رايح الجامعه ورايح شغلك وراكب الميكروباص كده وقاعد ملزق 4 في الكنبه اللي ورا عشان السواق اصلا شايل الكرسي القلاب من العربيه ومصمم يطلع بالعربيه 12 برضه، وتقوم سارح كده وباصص من الشباك وتسال نفسك هو ليه الدنيا عمرها ما هتديك كل حاجه؟ وده سؤال عميق الصراحه، وانا مش عارف ان ايه علاقته بان ممكن يجي لك اصلا وانت في الوضعيه اللي انت قاعد فيها دي في الكنبه اللي ورا. بس ما علينا، خليني اقول لك ان ده جزء من سنه الحياه، لان الحياه لو اديتك كل حاجه انت عايزها يبقى مش مستاهله بقى انك تقوم وتتحرك. اصل اللي بيحرك الانسان ويصبره على تعب الحياه والارق والتلزيق ده غير اقتناع منه ان هو بيسعى في تحقيق اللي هو عايزه، وانه عايز يوصل للي في دماغه. كله بيحط اهداف وكام حلم من ديته ويقول يلا هي ديتها ايه يعني، انا هلعب على الخسران. ولو وصلنا كان بها، لو ما وصلناش فعادي يا عم دينا حاولنا، وهي رحله وبنجري فيها. وخلي بالك ان التعب ده كله بيطور عندك حاجات كتير، بيزود صبرك وبيخليك تعرف ان كل حاجه بتيجي في وقتها مش الوقت اللي انت محدد ان الحاجه هتحقق فيه، وبيخلي عندك مرونه كده، وبدل الخطه الف لا انت عندك ب وج ودال، ودماغك بتشتغل من كتر اللي بتتعلمه والحياه اللي بتضبش فيه، فبتلاقي نفسك كده بتسلك في اي مشكله يا فنان. وفكره انك بتبدا تعرف ان الحياه مش مثاليه، وان تاقلمك مع الواقع بيخليك تقدر تعيشه بشكل افضل وتكون راضي تماما عنه بكل اللي فيه من قرف. وعشان كده حاول تتاقلم يا فنان وما تحطش الموضوع في دماغك وتقعد تندب وتقول ليه معنداني وليه بضيع في الاخر، لانك لو تاقلمت فعلا هتلاقي ان التوتر عندك والخوف من عدم الوصول بدا صوته يهدى كده جوه دماغك، هو ده هتحس بسلام نفسي كده من جواك. وبعدين عايز الحياه سهله ليه يا فنان؟ فين النكش؟ فين ما جاتش بالساهل؟ وفين كنتوا فين لما احنا كنا هناك؟ والشغل ده بقى I love this game. طيب لا العب وهكسب يا اسطى وهكسب. لازم كده تقف وتقول هلعب، فتدوس على نفسك اكتر وتطلع احلى ما فيك اللي انت لسه اصلا ما تعرفش انه عندك، وعلى الاقل تعرف قيمه اللي معاك يا عم، وتعرف قيمه الناس اللي وقفت جنبك وكانت مؤمنه بيك بجد. ما هي الرحله مش فرضانيه يا فنان برضه. وفي الاخر احب اقول لك ان ده طبيعي، لان لو كل الناس بقت غنيه وكل واحد الدنيا اديته اللي هو عايزه يبقى مفيش تدرج هرمي، ولو مفيش تدرج هرمي يبقى مفيش مجتمع او حضاره. وبعدين فكر فيها كده، لو كل واحد من الشعب مستريح ومعاه عربيه هتلاقي الداري مش هيشيلنا اصلا. عشان كده ربك بيكون ليه حكمه وبيكون شايل رزق كل واحد فينا في ميعاده، وانت معلكش غير السعي بس، وتوفيق ربك وكرمه ده صدقني هيجي في وقته يا فنان. يلا سلام.